العهد ما ماتش، الجزء الثالث. احداث واقعيه بلس 18 وممنوع لضعاف القلوب. لو قلبك جامد اقفل الباب وطفي النور وتعالى نبدا. فاكرين الجثه اللي اتحرقت طلاسمها، اللي كان في بطنها عهد سحري، اللي هرب من المشرحه؟ الموضوع ما انتهاش، الموضوع لسه بيبدا. انا الدكتور رفعت، وده اعتراف كامل قبل ما يتمسح اسمي من سجلات الطب الشرعي. بعد اللي حصل قررت اخد اجازه. اختفيت في بيت صغير في اطراف الصعيد، مفيش حواليه غير الجبال والسكون، بس الظلام ما كانش سايبني. كل يوم حلم غريب، كل يوم بشوف الجثه مش نايمه، واقفه وبتقول لسه العهد فيك. في اليوم الخامس لقيت ابراهيم قدامي في البيت، وهو المفروض انه لسه في المستشفى بيتعالج من صدمة عصبية. بصلي وقال لي دكتور رجعت لك لانهم اختاروك، العهد اختارك انت. هما مين اللي تحت؟ اللي كانوا معاه ولسه مستنيين التنفيذ. انا في الكلية سمعت حكاية الكل ضحك عليها. واحد اشتغل مع طبيب شرعي قديم في الثمانينات، كان بيقول ان في جثة رجعت تتحرك بعد موتها، وكان بيقسم انه شاف كلمات بتظهر على جسمها من غير ما حد يكتب. الملف اتقفل وقتها، واسم الدكتور اتحذف من النقابة، واتقال انه مختل عقليا. بس لما رجعت ادور لقيت صورة الجثة اللي في الملف، وهي نفس الجثة اللي انا شرحتها. الجثة دي مش جثة انسان عادي، دي جسد العهد، وموجودة من اكتر من 30 سنة، بتتنقل بين اجسام مختلفة. كل ما صاحبها يموت بتدخل جسم جديد. والمصيبة الدور عليا انا. في اليوم السابع صحيت على صوت خطوات في البيت. خرجت لقيت ابراهيم بيتكلم مع كائن غريب مش باين ملامحه، وصوت الكائن بيقول لو ما سلمتش نفسك هنسترجع العهد منك بالقوة. اليوم اللي بعده جات لي جثة جديدة للمشرحة في البلد اللي أنا فيها، نفس العلامات، نفس الجحوظ، نفس الأظافر اللي ب3 صوابع. فتحت بطنها ولقيت خرقة جديدة مكتوب عليها احنا فيك من زمان، وكان فيها صورتي وانا نايم في نفس الوضعية اللي كنت فيها امبارح. انا دلوقتي بكتب لكم القصة دي، بس مش عارف هي اخر قصة ولا انا خلاص اتحولت لجثة جديدة. لو ما نزلتش جزء رابع اعرفوا ان العهد خدني. لو وصلت للاخر انت مش طبيعي، انت واحد من اللي العهد بيختارهم. اعمل لايك واكتب لي تحت انا شفتك في المراية، ولو شيرت الفيديو افتكر كل ما تنشره العهد بيقوى. استنوا الجزء الرابع، التابوت الملعون، وفيها نعرف مين كان صاحب العهد الأول وإيه اللي اتحبس جواه.